تقدر تحب الحياة وتحب اللي انت بتعمله وتحب الناس اللي حواليك وانت اصلا مش بتحب نفسك؟ طبعا سؤال صعب شوية، لكن الإجابة البسيطة فقد الشيء لا يعطيه. لكن السؤال الأصعب هو ازاي أحب نفسي، او ازاي الاقي اسباب اني احب نفسي. النقطة الجوهرية هنا هو ان معظم الناس فاهمين الحب وبالذات حب النفس بشكل خاطئ، لان حب النفس ما هياش حاجة ستاتيك ثابتة، بل هي دايناميك متحركة ومستمرة. حاجة كده عاملة زي النار، هو مش من فراغ بيشبهوا النار بالحب، يقول لك نار الحب. النار بقى يا سيدي ما ينفعش تحط لها حاجة وتفضل والعة طول عمرها، لا، لازم تلقمها كل شوية عشان تستمر. كذلك الحب ما ينفعش تلاقي سبب واحد يخليك تحب نفسك على طول. ما ينفعش تقول انا بحب نفسي عشان انا جميل، او انا خلصت كلية هندسة انا شاطر انا مهندس خلاص انا بحب نفسي. لا، هيجي لك وقت ومش هتحب نفسك. لازم باستمرار تلاقي جوه نفسك حاجات او اسباب تخليك تحب نفسك. والاحسن من كده بقى انك تعمل الحاجات اللي تخليك تنبسط من نفسك، انك تحس بالتقدير والانجاز، بالتالي تحب نفسك. يعني مثلا تجري الصبح، تصحى الفجر، تحفظ صفحة من القرآن، تساعد حد. ما اعرفش بقى انت ايه اللي يبسطك منك، انت اللي تحدد. بس انك تمشي بطريقة التفكير دي هتخليك على الاقل انسان احسن، وعلى الاكتر هيكون انسان جواك حب، هتعرف تصدر الحب للعالم. والعالم عبارة عن مراية، كما تدين تدان.